هفرجكم دلوقتي على المكان. شايفين البحر بيخبط في البيوت اللي موجودة قدامنا دي. تعالوا نتفرج ونقرب ونشوفها بيخبط هناك ازاي. وانا ماشي في الماكس لفت نظري بيت قديم جدا. البيت تشوفه من بره شكله يخوف، لكن وراه حكايه مذهله. ولقيت حد من اهل الماكس حكالي عنه بعض التفاصيل، لكن انا النهارده جايب لكم قصه اقدم بيت موجود في الماكس، عمره حوالي اكتر من 200 سنه. انا احمد عبد الله، يلا بينا. بس قبل ما نروح اوعوا تنسوا السبسكرايب واللايك والشير عشان نوصل لكتير. ما تنسوش انا بنزل فيديو كل يوم جمعة. يلا بينا نعرف حكاية أقدم بيت في الماكس. اتعرف عليك الأول. يعني اسمي حسين. حسين، قول لي يا عم حسين، البيت اللي ورانا ده قصته ايه؟ ده البيت ده قصته ده يعملوا بتاع يعدي بتاع 200 سنة. 200 سنة؟ ما شاء الله. مثل فيه افلام ياما. ايه الافلام اللي بتمثلها؟ رصيف نمرة 5 تمثل هنا، ومحمود المليجي يمثل هنا، وافلام ياما. انت مش شايف حتى خد بالك من الشبابيك والعروق والشكل جدا. بس الباب بتاعه من بره. من بره صورت انا من بره. وبرده هنا برده، بس من ناحيه هنا ده يعتبر يعني ايه غير اللي هناك. اللي هناك حتى انت تبص تلاقي الطوب جديد، يمكن غير ده اللي معروف عنوان الماكس. محتفظ لسه بمكان بحاجته وكل حاجه. وكل حاجته حتى بص خد بالك حتى من البلكونه عامله ازاي والشبابيك عامله ازاي يعني بيت بتصوروا من بره كمان. بس قول لي منطقه الماكس عشان مشهوره بايه؟ هنا الماكس ده الفنار، وما سمعتش على الفنار. بس الفنار بقى ايه مش من هنا، الفنار ورا شويه الناحيه الثانيه. المراكب اللي هناك ايه؟ مراكب صيد ومراكب تبع الجمرك. عند الكوبري. يعني انت تمشي قدام شويه كده هتلاقي الصيادين قاعده، السردين وكابوريا وسمك كل السماكين. وبعد كده الفنار. بس هنا الماكس هنا معروف الماكس من ده بقى. بتمثل البلطيه العايمه برضه كله هنا. بس البلطيه العايمه في الخيم اللي في الماكس جوه الماكس بقى ناحيه الفنار. فيها البيت على طول. ناحيه الفنار. وده طبعا ايه مطعم زفير. اسماك برضو بتاع تبع. وشعبان هنا برضه؟ لا شعبان بعدينا، ده ملوش دعوه. ده زفير لوحده ده ما شاء الله. فهنا الماكس ده يعتبر منطقه اثريه من ايام الازل يعني. والله شرفتني. ربنا يخليك. اسم حضرتك انت بقى؟ احمد عبد الله. عرست اسكندريه، شرفت اسكندريه يا استاذ احمد عبد الله. ربنا يخليك. البيت اللي انتوا شايفينه قدامكم ده كان اسمه بيت العصابة أو اللوكاندا الحمراء، وتسمى باللوكاندا الحمراء لأنه كان بيتميز باللون الأحمر. والبيت زي ما انتوا شايفين مكون من 4 طوابق، يتميز بشكل معماري فريد يجمع بين الطراز الإسلامي واليوناني اللي موجود في مدينة الماكس غرب اسكندرية وبالقرب من فنار الماكس. اتنشأ مبنى اللوكاندا الحمراء مطلع القرن ال18 ميلادية، واللي كان بيعتبر المكان المفضل لإقامة الحفلات والسهرات للجاليات اليونانية والإيطالية والإنجليزية في الوقت ده، قبل ما يتحول لمنزل لأهالي المنطقة بعد رحيل الجاليات الإنجليزية
واليونانية من مصر. وتسمى البيت ده كمان باسم بيت العصابة لأن اتصور فيه فيلم رصيف نمرة 5 بطولة الراحل فريد شوقي والراحل محمود المليجي. وكان البيت ده هو وكر لعصابة محمود المليجي اللي اتصور فيه أغلب مشاهد الفيلم. ودي كانت المعلومات المتاحة عن المبنى اللي انتوا شايفينه اللي عدى عمره أكتر من 200 سنة. المبنى دلوقتي بحالة يرثى لها، حالته صعبة جدا وقايل للسقوط. بس الجميل إن عروق الخشب اللي موجودة في البيت ده بتحكي قصص وحكايات رائعة جدا عن تاريخ منطقة المكس وعن جمال وروعة أهل المكس. بصوا البلكونة معمولة من الخشب. تعالوا ننزل نشوف هينفع نخش ولا لا. البيت القديم اللي احنا صورناه من الناحية التانية بقاله 100 سنة 200 سنة. لا تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. معكم أحمد عبد الله.